يا مساء الورد. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض نعمل الكاركتر ده خطوة بخطوة. يلا بينا. هستعين ببرنامج بنترست عشان اشوف الستايل اللي انا حابة ارسم بيه. فشفت الصورة دي عجبتني. مش هاخدها كوبي بيست، لأ، هضيف عليها اللمسات بتاعتي. لو لاحظت هلاقي الاوردر دوا لما باجي افعله بيديني خطوط كيرفي. لاحظنا لما قفلناه وفتحناه الخط بقى عامل ازاي. بحدد الوجه وبقرر سواء كنت هعمل الشخصية بتاعتي محجبة او بنوتة بشعرها، فهغير فيها ان اخليها محجبة. بفعل الاوردر دوا، بستخدمه لو عاوزة ارسم رسمة فيها سيمترية، يعني لما باجي ارسم خطوط في اليمين هو بيرسم لي نفس هي الخطوط في الجهة المقابلة. ببدأ بقى امسح الخطوط الزيادة، وانا اخدت من الصورة النضارة بتاعتها والتوكة اللي هي لابساها. تمام. ببدأ بقى الون من هنا. من الاوردر ده ممكن ان انا اخد درجة الالوان اللي انا حباها من الصورة اللي انا عاوزة ارسم نفس الكاركتر بتاعها، ومن الاوردر ده بعد كده هو ببدأ ادوس على المستطيل وبدوس على الشيب اللي انا عاوزة الونها. من هنا برضو بوضح لك ان انا اقدر اخد الالوان اللي موجودة في الصورة بدرجاتها، وببدأ اظبط الدرجة سواء افتحها او اغمقها. انا بقرر ان الوجه مثلا هيبقى لون البشرة ولا لونه ابيض، فهقرر ان هو يكون لونه ابيض، فبخلي الباك جراوند عندي شفافة عشان اقدر الون الوجه باللون الابيض. وبعد كده بعمل شادو بالأداة دي على النضارة، على بعد كده اللبس بتاعها. حاجة مهمة، لازم وانا برسم الكاركتر الراس لوحدها، الايد لوحدها، الجسم لوحده، الرجل لوحدها في لاير. كل جزء من اجزاء الجسم في لاير. دي معلومة مهمة عشان اسهل على نفسي بعد كده في برنامج المونتاج. مبدئيا ده شكل الوجه. بعد كده لو عاوزة ازود رياكشنات، ممكن اعمل الوجه كله لونه احمر. ممكن يبقى فيه قطرات من المية كأن الشخصية مثلا تديكي ايموشن توتر. بعد كده بقرر ان الجسم بتاعي يبقى رفيع من فوق وينزل على تخين من تحت، وبرضو ستايل الكتاف تكون بادئة من فوق خالص من عند الرقبة، برضو رفيعة من فوق وتنزل على عريض من تحت. بشوف الصورة اللي عندي وببدأ أعمل خطوط عليها، وده الشكل النهائي. أنا بديك الأوردر التولز اللي عندك، وبقولك كل تولز بستخدمها في ايه، وبتبدأ تنفذ معايا خطوة بخطوة لغاية ما توصلي او توصل للكاركتر اللي انت حبه. في مرحلة السيف بدوس على شير اند اكسبورت. تمام. وبحدد صيغة الفايل اللي هي PNG، بس بعمل الباك جراوند شفافة. تمام. او بعمل سيف بخليها كروما، ان انا اخلي الباك جراوند لونها جرين، عشان بعد كده لما باجي ادخلها في برنامج المونتاج بقدر ان انا افصل اللون الجرين ده. طيب ليه بخليها كروما؟ احتمال ان البرنامج لما بيوصل لساعة معينة من التخزين بيمسح كل الصور اللي موجودة.
قبل الفيديو ده في فيديو انا شارحة فيه السكتش بوك بالتفصيل، لو حابين تشوفوه. لو وصلتي لنهاية الفيديو ياريت تدوسي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.